في ثانية واحدة تبدل الحال من رحلة عادية لكابوس مرعب. خطأ واحد وفي لحظة إهمال من سواق أشعلت فتيل كارثة مدمرة على جسر الموت. هل كان الموضوع قضاء وقدر ولا المسؤولية كلها بتقع على عاتق الشخص اللي تسبب في الخراب ده؟ الفيلم بيبدأ مع واحد اسمه كونغيون واللي يبقى شغال في الأمن القومي تبع الحكومة وكده، وبنشوفه وهو موجود في اجتماع وزاري وبيناقشوا قضية الأسرى المخطوفين من 5 شهور. وكان الرأي السائد وقتها في الاجتماع إن الحكومة لازم تتصرف بسرعة وترجع المحتجزين. لكن ابننا يوم بيتسحب من لسانه وقال يا جماعة تعالوا نفكر بالعقل شوية، الناس دي مخطوفة من 5 شهور، يعني يا إما هم أموات أو إن الخاطفين بيمدوا في الوقت علشان ياخدوا فدية أكبر. فأنا بصراحة بقى شايف إن التفاوض معاهم ملوش لزوم. طبعا الكلام ده ما عجبش حد في الاجتماع غير الوزير اللي بيشتغل معاه يون، وقال له بفخر يا ولا أنا لو معايا 2 منك كان زماني رئيس البلد وأحكم العالم منذ قرن مضى. وبنعرف من باقي الكلام إن يون أرمل وهو المسؤول عن تربية بنته الوحيدة بعد وفاة مراته، بس وبسبب إنه مشغول قوي في شغله فمش بيقعد مع بنته كتير، والعلاقة ما بينهم مش ولا بد. والمصيبة الأكبر إن في انتخابات رئاسية قريب وهو كان عايز يساعد الوزير بتاعه علشان ينجح في الانتخابات، كمان عايز بنته إنها تتعلم كويس، فقرر يبيع البيت علشان يغطي مصاريف تعليمها ويبعتها تعيش عند عمتها وترعاها هي. بس بنلاحظ إن البنت مش عايزة تسافر ومش موافقة على إنه يبيع البيت اللي عاشت فيه هي وأمها الله يرحمها، علشان كده كانت شبه المطلقات طول ما هم في طريقهم للمطار. ففكوا يوم منها وفتح الراديو وسمع من نشرة الأخبار إن هيكون في ضباب كتير النهاردة والدنيا مش هتكون ألذ حاجة على الطريق، وبيقرر إنه يدخل لبنزينة يفول التانك تحسبا للي جاي. ولما جه يحاسب العامل قال له يا بيه احنا مكان محترم ما بناخدش فيز، ادفع كاش يا بلاش. فبيشك يوم فيه وبيقول له انت صح خلينا فوق بلاش، وبيمشي من غير ما يحاسب بعد ما اتأكد انه سواق على العربية مش عامل هنا. وفجأة كده الكوبري اللي هيمشي من عليه يون عشان يوصل للمطار اتغطى بالضباب، وبقت الدنيا مش واضحة خالص والناس كلها بدأت تمشي بالراحة علشان ما يخبطوش في بعض، ما عدا واحد يوتيوبر الريتش كان مجنن أمه وكان بيسوق العربية بسرعة عالية جدا وعمال يشعب على العربية بتاعت الحاجة والدته لحد ما فجأة ظهرت قدامه من العدم عربية واضطر إنه يسحب الهند، وبسببهم وقف أتوبيس وشوية عربيات كمان وعطل الكوبري كله على كده، وكان لازم العقاب الإلهي يجيله على ما بدر منه هذا الوغد. وبعدها وبسبب الضباب الحوادث بدأت تكتر، وكان فيهم واحد لسه نازل من عربيته وبيقول الحمد لله أنا حي، فجأة شاف عربية نقل جاية ناحيته بسرعة وللأسف خبطته ومات، وكملت على باقي العربيات لغاية ما بتقفل الاتجاه المعاكس من الكوبري. وفي نفس الوقت على الطريق المعاكس كانت في عربية شرطة ماشية وبتبلغ عن الحادثة، وطبعا من اللي حصل معاها ركنت على جنب. بعدها بمفيش عربيتين من الجيش عدوا من المكان، بس الغريب ان محدش فيهم مهتم باللي حصل، ده كمان ضابط الجيش كان كل اللي شاغل تفكيره واحد نايم معاه في العربية. وفي الوقت ده يوم كان وصل هو كمان للكوبري على الاتجاه التاني اللي بيوصل للمطار، لكن مرة واحدة عربية الجيش اللي قدامه عملت حادثة، والعربية التانية خبطت في عربية نقل المواد النفطية اللي كانت قاطعة الطريق، فبينزل منها عسكري بسرعة علشان يطمن على اللي في العربية، وشكل كده في جوه حاجة خطيرة. أما يون فبعد ما ركن على جنب بدأ يتواصل مع الوزير بتاعه وبيعرفه بالحادثة اللي حصلت على الكوبري، وقال له إنهم يقدروا يستغلوا الموقف لصالحهم، الحادثة دي هتخليهم يكسبوا أصوات أكتر في الانتخابات، شغل دماغك معايا الله يسترك، وما تنساش يا ابني تبقى تكلم حد يكلم حد يلحقني. وبعد ما بيقفل مع الوزير قرر إنه ينزل من العربية وشاف 2 من الجيش واقفين مع واحد لابس نظارة، والظابط ده كان عمال يتكلم مع حد في اللاسلكي، بس واضح ان الشخص التاني اللي بيتواصل معاه مش موجود. وبيحس هنا الظابط ان في حاجة غلط حصلت مع العربية التانية من الجيش، فبسرعة راح هو والعسكري اللي معاه يشوفوا ايه بيحصل معاهم، وطلبوا من يون انه يقف مع العالم ويحميه، وهو يعني مش فاهم حاجة خالص. ولما الظابط وصل للمكان شاف باب العربية مفتوح ولقى الشخص اللي كانوا بيحاولوا يتواصلوا معاه ميت، واتضح ان في حاجة قتلته وهربت. فعلى طول امر العسكري انه يشغل جهاز التشويش ويشوش على شبكات كل الناس الموجودة على الكوبري. وهناك عند يون كان قوم العالم واخده معاه لعربيته، بس اكتشف ان بنته الصغيرة مش موجودة، وساعة ما كان هينادي عليها شاف الناس اللي واقفة على الكوبري باين ان مش معاهم شبكة،
في حين إن بنته الصغيرة كانت واقفة على جنب الكوبري وشافت كلب عمال يخبط دماغه في السور، فافتكرته البنت إنه جعان وحاولت تساعده، لكنه كلب ابن كلب وعض الإيد اللي اتمدت له وكان بيزنجر عليها. وقتها يون وصل، والكلب ده اللي كان مكتوب عليه رقم 9 خاف وراح يجري واختفى في الضباب، أو يمكن إحنا بيتهيأ لنا كده. المهم إن الضابط رجع وقال للعالم إنه لازم يتصرف ويعمل حاجة، علشان لو الدنيا باظت كلنا أموات يا ابني. فبدأ العامل فعلا يعمل اللي انطلب منه، ويون هنا حس إن في حاجة غلط، فراح يسأل الضباط دول: هو في إيه يا جدعان؟ معلش يعني إحنا هنفضل زي الحمير كده لحد إمتى؟ لكن الضابط كان شكله مش فاضي لوجع دماغ يون، فقبض على عمنا يون حتى بعد ما عرف إنه نائب مدير الأمن القومي وتبع البيت الأزرق وكده. وفي نفس الوقت وصل العامل البنزينة أخبار الحادثة، فقرر إنه يتحرك على عربية ونش للمكان هناك، وكان فرحان جدا إنه هيقبض فلوس كتير. ولسه يون كان بيحاول يفهم إيه اللي بيحصل وإيه سر خوف الجيش ده كله. فقال له العالم: ما تتعبش نفسك ولا أنت غبي ومش هتفهم أصلا، ويا ريت تصبر بقى وإلا كلنا هنموت، أنت هنا في المكان الوحيد الأمان معايا. وبعدها كلم الضابط وقال له إنه جاهز يديهم الأمر. والظابط هو كمان شغل حاجة شبه ساعة اليد بتبعت موجات صوتية، وقال له: ابدأ يا خالد. وأول ما الدكتور ادالهم الأمر، كل الكلاب الموجودة على الكوبري واللي كان بيتقال عليهم مشروع الصمت بدأوا يتفادوا الناس ويجروا بس على ضابط الجيش، ومسكوه هناك وهاتك يا دعك، بهدلوا أهله بصراحة. والدكتور العالم بتاعهم ده كان قاعد بيتابع كل حاجة من خلال شاشة الكمبيوتر، وبيراقب تحركات كل الكلاب إلا كلب واحد واللي كان مكتوب عليه رقم 9 فضل واقف في مكانه وما اتحركش خالص. وهناك ضابط الجيش كان عمال يصرخ جوه العربية: الحقني يا فخري، بموت يا عالم الغبرة انت. فبيديلهم العالم أمر كمان يوقفوا الهجوم، وفعلا الكلاب كلها سكتت وبطلت تتحرك، علشان يتضح إن الكلاب دي مشروع سري تبع الجيش وكده، وبيقدروا يتحكموا فيهم عن طريق شريحة مزروعة في دماغتهم بعد ما عدلوا جيناتهم وخلوهم حاجة أشبه بالوحوش. شوية وقت وفي طيارة هليكوبتر جت من فوقهم ووصلت لهنا عشان تنقل الكلاب والعالم. لكن يوم مسك العالم وقال له: انت تبع انهي جالة وايه الكلاب المجنونة دي؟ بس العالم بيحذره يبعد عن طريقه أحسن له، وقال له: لو انت فعلا تبع البيت الأزرق ابقى اسأل الوزير بتاعك عن مشروع الصمت وهو هيعرفك كل حاجة. وفي وقت كلامهم كان الجيش نقل كل الكلاب الموجودة لقفص جديد وبدأوا يرفعوهم للطيارة. وهنا وفي الوقت ده تحديدا يشوف سواق الونش يون، وبدأ يزعق ويشتم فيه ويقول له: هات الفلوس اللي عليك يا حرامي، وسع كده يا ابن عمي، ده اللي ليه قرش ما بينامش، ما بالك بقى باللي عليه، هات فلوس يالا. فالعالم فكه من كل الهبل اللي بيحصل ده وفضل يحاول يتحكم في الكلب رقم 9، لكنه كان على نفس الحال وما اتحركش. فاضطر انه يبعت ضابط الجيش للمكان اللي جايه منه الإشارة. ولما وصل الضابط هناك ملقاش حاجة غير جهاز تحكم وواقع على الأرض. وفي نفس الوقت العساكر اللي كانت بترفع صندوق الكلاب الجديد اتهاجموا فجأة من الكلب رقم 9، وبعدها بيدخل يخلص على الطيار وبيخرج كأنه ما عملش أي حاجة. وبتقع الطيار على الكوبري تدمره أكتر. وفي وسط كل الهيصة دي تلاقي واحد برج البغل واقف بيصور. ما انت مش مدرك حجم الكارثة اللي بقيت فيها. ما هو أصل الطيارة وهي بتقع احتكت بكابلات الكوبري وطلع منها صوت مزعج جدا، والصوت ده بقى عمل خلل في الشريحة اللي في دماغ الكلاب. المهم إن يوم بيجي يسأل العالم تاني ويقول له: إيه الكلبة دي وإزاي عملت كده؟ لكن العالم من رعب فكرة إنه فقد السيطرة على الكلاب ما قدرش ينطق. وفعلا الكلاب كانت هايجة على الآخر وقدروا يكسروا باب القفص وخرجوا بقلشوا اللي يقابلهم. وكلب منهم كان خلاص هيقتل العالم قبل ما بيلسعوا بالشنطة ويهرب، وبيساعدوا يون وبياخدوا معاه العربية هو وبنته. وفي نفس الوقت كان سواق الونش المسكين رجع لعربيته، لكنه لقى كلب هناك قاعد ومستني وبيقول له: مساك لذيذ يا عسل. فقال له: والله العظيم ما انت قايم، انا هحترم نفسي واخد بعض كده من سكات وامشي، خليك زي ما انت يا كبرنا. وبيكمل جري لحد ما قابل يون وبنته وطلب ياخدوه معاهم في العربية، لكن يون كان خنزير ورفض يساعده. فبنته بتتعصب وسحبت الهند ووقفت العربية بالعافية. واتحرك العامل يجري عليهم، وفي اللحظة دي كان في كلب بيهجم عليه قبل ما بيلحق يدخل للعربية ويهرب بحياته. أما باقي الناس على الكوبري فهربوا لجوه أتوبيس كبير وقفلوا على نفسهم. ويونو اللي ما كانش لحق يبعد لمسافة كبيرة بدأت تقع قدامه بقايا الطيارة المحروقة وقفلت عليه الطريق، فاضطر إنه يدخل بالعربية في السور عشان يقف. ومشكلته الأكبر إن العربية رفضت تدور من بعدها،
فمسك يون لاسلكي العالم وحاول يطلب المساعدة، لكن ما كانش فيه أي فايدة أو استجابة من حد. وهناك بقى في المدينة كان الوزير بتاع يون مجتمع مع الصحفيين، وطلع عليهم ببيان إن الأمور مستقرة والضباب هو سبب الكارثة. وصرح كمان إن عملية الإنقاذ هتتأخر لبكرة الصبح عشان نبقى بس شايفين إحنا ماشيين إزاي يا جدعان. نرجع تاني ليون اللي قرر إنه يلزق للعالم وسأله عن حقيقة الموضوع. فقال العالم إن كان في شوية من دول أوروبا الغربية طلبت منهم يعملوا شوية كلاب متوحشة علشان يقدروا يقبضوا بيها على الإرهابيين، بس المشروع ده كان فيه مشاكل كتير واتلغى، وكان المفروض إنهم يتخلصوا من الكلاب دي النهاردة، وللأسف حصل اللي حصل. وبعد ما يون عرف كل حاجة كان قدر يتواصل مع الوزير بتاعه وعرفه بتفاصيل الموضوع وبخصوص مشروع الصمت. فقال له الوزير إن الأمن بعت فرقة إنقاذ ليهم، لكن يون بيرد عليه إنهم مش محتاجين فرقة إنقاذ، هم محتاجين فرقة قوات خاصة تقدر تتعامل مع الكلاب دي. وكمل كلامه وقال إنهم لازم يستغلوا الموضوع ده ويفضحوا الجيش على مشروع الصمت، وبكده هيقدروا يضمنوا أصوات أكتر في الانتخابات. بس الوزير قال له استنى يا عم الغبي انت وافهم، احنا كمان متورطين في الموضوع، عايزك تلتزم الصمت لحد ما استلم منصبي. يا دوبك الوزير خلص كلامه من هنا وعربية نقل المواد البترولية انفجرت من هنا، فبتخاف الكلاب اللي كانت بتحوم حوالين العربية وبتجري. وبعدها بيجي أتوبيس ويقرب منهم، وكان عمال يدوس على الكلاكس علشان يسمعوا وينزلوا يركبوا معاهم. وساعتها للأسف الحتة الباقية من الطيارة وكانت بتتحرق وقعت وانفجرت، واخدت معاها في الانفجار شوية عربيات حلوين. وبسبب الموجة الانفجارية الشديدة انكسر الكوبري واتقسم نصين، والناس بقت محبوسة من وراهم المية وقدامهم حرفيا الجحيم. فبدأ العم يون يطمن الناس وعرفهم انه نائب مدير الامن القومي، واتفق مع المسؤولين خلاص انهم يبعتوا فريق انقاذ هيوصل كمان دقايق. وعرف يخدع الناس ويفهمهم ان الكلاب دي مصابة بمرض السعار مش اكتر. بعد شوية فرقة القوات الخاصة اللي بعتها الوزير نزلت بالهليكوبتر على الكوبري، وقابل قائدهم العم يون وقال له انهم ملقوش اي كلاب في المكان. لكن يون كان مش مصدق، ازاي مفيش كلاب؟ الكلاب دي اكيد مستخبيه في مكان عمنا وعامله لنا كمين. فبيكلموا الوزير وفهموا ان الوقت مش في صالحهم، وان الناس اللي معاك لازم تخلي المكان وبسرعه. وفعلا الناس بدات تتحرك مع الشرطه، بس الدكتور من خوفه راح خبط في العربيه بالغلط واشتغل انذارها. وطبعا الكلاب سمعت الصوت وجريت عليهم، وافراد الشرطه كانوا للاسف مش قادرين يتعاملوا معاهم بسبب الضباب وان في وسطهم مدنيين. والوضع بقى اصعب عليهم من الاول، الناس عماله بتموت حواليهم ومحدش قادر يساعد. ومن وسط كل ده بيجي كلب ويهجم على يون، وكان جنب منه عامل الونش ومستخبي تحت عربية، وشاف اللي بيحصل لعم يون بس عمل نفسه نايم، ما الدنيا كاس وداير يا خال. المهم ان الكلبة البطبوطة الصغنونة بتاعته دي طلعت ارجل منه وساعدت يون انه يهرب، فاتحرك على طول واخد بنته يخبيها في شنطة الاتوبيس وطلب منها تفضل مكانها لحد ما يروح هو يجيب اللاسلكي بتاعه. ولما رجع تاني للمكان اللي كانوا فيه لقى فعلا اللاسلكي، واخد معاه شوية حاجات تانية من جثث أفراد الشرطة، وكمان لقى إن في ناس لسه عايشة ومنهم سواق الونش كانوا مستخبيين في عربية مقلوبة، علشان كده قدروا يهربوا بحياتهم. وبيوعدهم يون تاني إنه هيخرج بيهم من هنا أحياء أيا كان التمن. هناك بقى في الأتوبيس كانت بنت يون قاعدة مستنية ظهور أبوها، لكن العالم قال لها إن مفيش أمل وإن مصيرهم الموت الحتمي جوه الأتوبيس أو براه، علشان يتضح إن الكلبة رقم 9 دي والمعروفة باسم الإيكو 9 تطلع أم كل الكلاب. تخيل إن بعد كل النوش ده في الآخر تطلع أنثى، أمال صحتها مديها على ذكر ليه؟ المهم إن باقي الكلاب حواليها مستنسخين منها، وأثناء فترة وجودها في المختبر كانوا بيتعمدوا يقتلوا جراويها قدامها، وده عشان تكون أشرس. فاللي هي بتعمله حاليا مش مجرد صيد عشوائي بدافع الغريزة وكده، لأ دي جاية راجعة تنتقم من البني آدمين. وهناك عند يون كان قرر هو واللي معاه يتحركوا للأتوبيس، وخرجوا وهم ماسكين في إيديهم مشاعل. وبيتواصل معاه الوزير وطلب منه إنه يتحرك للناحية التانية من الكوبري ويستنوا فريق إنقاذ جديد. فقال له يون يا عم الحاج فريق إنقاذ مين تاني؟ إحنا عايزين قناصة يابا تخلصنا من شوية الكلاب دول. رد الوزير بإنه مش هينفع لأن هيكون في هناك صحافة وناس كتير في انتظارهم، وكده الموضوع هيتعرف. قال له يون لو على دي ما تقلقش، الناس اللي هنا عرفت اصلا بالمشروع بتاعكم وانتم كده كده رايحين في داهيه. وهنا الوزير خد الصدمه بقى. المهم انهم لما كانوا على باب الاتوبيس ظهرت الكلاب وهجمتهم، فحاولوا يبعدوهم بالمشاعل اللي معاهم، على ما قدر يون يضرب شعله مضيئه في الارض والكلاب اتعمت بسببها.
فالناس جريت على طول تركب الأتوبيس، وبيجي رجل المهام الصعبة ويسوق الأتوبيس ويروح ناحية أول الكوبري. هناك بقى عند الوزير كانت الدنيا اتقلبت معاه صحافة وإعلان، ولو فعلا موضوع الكلاب ده انكشف هيوديه في 60 داهية. وبقى محتار يعمل ايه، يبعت قناصة ويقتلوا الكلاب والموضوع يتفضح للعامة، ولا يفجر الكوبري ويقول إنها حادثة. وبصراحة عشان مصلحته الشخصية أكيد هيختار الحل التاني. وفعلا الكوبري انفجر تاني، وخلاص كلها دقايق وهينهار تماما. فبتقترح عليهم بنت يون خطة يوقعوا بها الكلاب في الفخ لما ينزلوا كلهم لشنطة الأتوبيس ويفتحوا الباب للكلاب، وأول ما الكلاب كلها تدخل الأتوبيس يخرجوا هم ويحبسوهم. بس للأسف واحد كبير في السن اتمسك من الكلاب، واضطر إنه يضحي بنفسه علشان يكسب لهم وقت، ويقفلوا عليه باب شنطة الأتوبيس. وبعد كل المعاناة دي لما وصلوا الأول الكوبري ما لقوش أي حد من فريق الإنقاذ مستنيهم. وفهم هنا يون إن الوزير مش ناوي يساعدهم، وبيجي العالم ويحكي له عن الصدمة الكبيرة، وهي إن اللي وافق على المشروع من البداية كان الوزير بتاعه، وعلشانه مترشح للرئاسة حاليا أكيد هيخلي موضوع الكلاب ده يندفن معاهم هنا، تضحية مقبولة يعني مقابل المنصب. لكن يون كان رافض يصدق إن الوزير هيضحي بيه بسهولة كده، فحاول إنه يتكلم معاه تاني، بس الوزير عامل فيها من بنها. وأدرك يون إنهم ميتين ميتين إلا بس لو ساعدوا نفسهم. وافتكر هنا عربية الونش اللي كان جاي بيها أخينا ده، بس السواق بيقول له المفتاح جوه الأتوبيس يا خال، ورينا بقى هنجيبه إزاي في وسط كل الكلاب دي. فبيقول لهم العالم إنه ممكن يستخدم الكمبيوتر بتاعه ويتحكم في الكلاب تاني. واضطر هنا يون إنه يلبس ساعة الموجات ويكون هو الطعم علشان يضمن سلامة بنته، ودخل استخبى في قفص الكلاب وقفل على نفسه. وفي نفس الوقت نزل السواق استخبى في مكان قريب للأتوبيس، وبدأت بنت معاهم تكسر الإزاز علشان توصل الموجات للكلاب. وفعلا الكلاب راحت نطة وبتجري تهاجم المكان اللي كان فيه يون، وقدر سواق الونش يلحق ياخد المفاتيح، بس الكلبة رقم 9 كانت مستخبية جوه، فبيخرج يجري منها ويهرب عليهم. ولما الكلبة شافت العالم على طول هجمت عليه هو، وكأن كان ليها طار شخصي معاه. ما هو كل ده بسبب الراجل ابو نضاره العمر ده. وفي اللحظه دي الكوبري انهار تاني، والكلبه رقم 9 بتسيبه وبتجري تنقذ عيالها، وللاسف بتقع معاهم من على الجسر. اما عمنا يون فالحسن حظه القفص اللي كان فيه اتعلق في الجسر، وخلاص كان بيتقبل مصيره وبيودع بنته. لكن البنت من خوف ورعب فكرة إنها ممكن تخسر أبوها كمان نزلت بدون تفكير تتحرك بكابل الونش، وبتروح تربطه في القفص، وبيقدر الونش يسحبهم ويطلع بيهم بسلام قبل ما الكوبري ينهار تماما. وبيرجع يدوس هذا الفتى المحترم بنزين على الآخر، وطلع بالناس كلهم ونجوا بأعجوبة. وفي النهاية العم يون راح للوزير اللي كان واقف وسط الصحافة والإعلام عشان ياخد اللقطة، ولسعوا القاضية من قبضة الهاوية عشان يجي العالم ويمسك الميكروفون ويفضح كل حاجة بخصوص مشروع الصمت والكلاب المستنسخة والقصة الحزينة دي. وبيظهر الوزير على حقيقته قدام الناس كلاتها. وبس كده يا سيدي، خلص الكلام المعفن ده الأول وده لأقة. فانت ايه عجبك هذا الكلام فلتنزل تروق علينا وتضحرج المس على اخوك، يعني الموضوع بسيط.